السي صمادي شنو كتبغي تقول لنا على هذا الفوز ديال المغرب التطواني اليوم؟ والله صراحة أولا وقبل كل شيء الفرحة هذه لا توصف، لأن الهزيمة في باماكو أثرت علينا شوية، ولكن اليوم 3-0 فوجت علينا وردت فينا القوة وكذلك العزيمة، وإن شاء الله ربي يوفق المغرب التطواني هذا الانتصار هذا. كنديوها سي يوسف، شكرا صمادي لهذه الجماهير التطوانية بروكسل. فأكيد أن المغرب التطواني إن شاء الله غادي يقول الكلمة ديالو في دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله نتمنوا له مسيرة موفقة إن شاء الله. وشنو كتبغي تقول واحد الكلمة للمدرب الإسباني؟ ما الرأي ديالك ديال سير خيرلو بيرا غني عن التعريف، خريج فريق برشلونة، درب الماسيا، درب لاس بالماس. يعني المغرب التطواني اصبح يعني يلعب كرة حديثة وكرة أوروبية، وشفنا يعني الإسباني الآخر اللي كان في أرضية الملعب اللي هو لاعب إيدالغو اللي يعطى الإضافة للمغرب التطواني. 3-0 يعني صراحة فرحنا له، ونتمنوا المغرب التطواني الفريق ديالنا ان شاء الله يشرفنا رفقة الرجاء البيضاوي، طبعا الفريقين المغربيين اللي كيمثلوا الكرة المغربية في دوري ابطال افريقيا. واحد الكلمة قصيرة الفريق لاعبي المغرب التطواني. والله اللاعبين المغرب التطواني ما قصروش من جهدهم وقاموا بالدور اللي كخصو يقوموا به، والنتيجه كتحكم على هاد اللاعبين. 3-0 برافو على هاد اللاعبين هادو. نتمنوا كما قلنا يعني اكثر من مره الفريق ديالنا المغرب التطواني ان شاء الله مسيره موفقه في دوري ابطال افريقيا، ولما لا نفوزوا بها ونمشيو كاس العالم اللي ضيعنا في بلادنا. شكرا اخ صمادي.